تخيل انك تلاقي بنت صغيرة ما بتعيطش ابدا حتى في اي موقف حزين يحصل لها، وتشوف فجأة في جسمها حفرة غريبة وبتطلع دي بسبب لعنة، وتكون اللعنة دي بسبب تمثال غريب ملعون. ونشوف أوضة بطل قصتنا اللي باسمه يوجي بيقدر يشوف حوش الجيران اللي وراه، بس أحيانا بيشوف دكتور لابس بالطو أبيض داخل عندهم كل شوية، ويقول الجيران دول عمر ما بشوفهم بيروح الحوش، وحتى النبات والشجر بتاعهم نابتين بطريقة وحشة قوي. وبيقول إنه بيظن إن الدكتور ده بيعمل فحص طبي لرينا دي البنت الصغيرة، بس أنا بسمعها بتصرخ كتير في أوقات تانية برضو، وبيظهر صريخ لرينا وهي بتقول لا، دايما مقفولة في البيت، أظنها بتبقى خايفة من الدكاترة. رينا دي أصغر مني بسنتين أو تلاتة، يمكن مريضة من وهي مولودة، وبتصرخ تاني وبتظهر حشرات كتيرة بيطيروا في أوضة رينا، وهو بيسمعهم وهي بتصرخ تقول حشرة، وتصرخ بتخاف منهم وتفضل تندع على أمها لدرجة إن أمها زهقت منها وتقول حشرات كتيرة، الحشرات جاية، ماما في حشرة، وترد عليها أمها رينا اسكتي. ويقول يوجي إنها فعلا بتبقى خايفة من الحشرات قوي، ويقول دايما بتقف تتفرج على الحوش وعينيها فاضيين، وانا بقدر اشوفها احيانا من اوضتي، ولما بتلاحظني دايما بتبتسم لي وتشاور على الشجيرات اللي في ناحية الشمال من الحوش، وتبقى في دراعها حفر غريبة قوي، ويقول انها بتفكره بذكريات حصلت معاه، ويفتكر ويظهر فلاش باك ليوجي وهو بيجري وامه بتقول له يوجي جدك هيطلع على السما قريب، اللي هو يعني هيموت. ويقول يوجي فين جدي يا امي، وفي الأصوات أشخاص بيقولوا بردان بردان، بتقول له يوجي لأ اوعى تدخل هناك. يدخل يوجي الأوضة يلاقي جده جسمه مليان حفر غريبة زي بتاعة رينا بالظبط، ويقول جدي، جسم جدي كان مليان حفر، ويقول لأبوه إنه خلاص رحل، يرجع تاني الواقع اللي هو فيه بتاع رينا وهي بتضحك له بطريقة غريبة، وما بتسمعها وتقول لها رينا بره تاني، تمسكها وتدخلها جوه. كل ده بيبقى باصص يوجي عليهم، وبعد كده يروح يوجي يتكلم مع صاحبه اللي هو هيديو ويحكي له القصة، يرد عليه هيديو واو بس دي حاجة غريبة، مفيش مرض بيخلي فيه حفر في جسمك صح؟ يقول له يوجي ما تقولش لحد هيديو على الحوار ده". يقول له يوجي ان المرة دي فعلا جسم جده كان مليان حفر، ويقول لما بسأل اهلي بيقولوا ان انا كنت بحلم مش عايزين يقولوا الحقيقة. يرد هيديو ايوه طبعا. يرد يوجي انت مش مصدقني صح؟ يرد هيديو انا ما شفتهاش اصلا. بعد مرور كام يوم يروح هيديو يزور يوجي في بيته ويسلم على اهله ويقولوا له يا ده احنا مشوفناكش من زمان يا هيديو، ويسلم عليهم ويدوا خبر ليوجي ان هيديو جه يزوره، ويدخل اوضته، ويوجي بيبقى باصص في الشباك اللي بيطل على الحوش بتاع الجيران. يقول لهيديو ايه يا يوجي قاعد بتتفرج على حوش الجيران وكأنك في عالم تاني؟ يقول له لا مفيش حاجة. يقول له هيديو اه صح بالمناسبة الحكاية اللي انت قلتها لي المرة اللي فاتت حكيتها لأمي واتفاجئت. رد عليه يوجي ايه مش قلت لك ان ده سر ما بيننا؟ يقول له هيديو اسمع بس، امي بقى عارفة القصة اصلا، امي كانت ممرضة وقالت انها كانت موجودة لما ريم دي اتولدت، وحكيت لي القصة وهي مرعوبة، قالت لي ما اقولش لحد بس هقول لك يعني عشان انت صاحبي. فقالت لي ان الطفلة دي ما كانتش بتعيط لما اتولدت، مهما عدى الوقت الطفلة ما كانتش بتتنفس. أما قالت لي إن الحفر دي كانت زي ما بتكون بتتنفس. بعدين بعد يومين الحفر دي بدأت تفتح في جسمها كله، طبيعي كان لازم تموت صح، بس أمي قالت إنها عايشة. يروح هيديو يسحب كتب، وبعدين هيديو يروح عند المكتبة يشوف الكتب ويقول له عندك كتب قديمة كتير هنا يا يوجي. يقول له يوجي اه دي بتاعت جدي، أصل الأوضة دي كانت بتاعته زمان، تعبت وأنا بفكر ارميها ففضلت زي ما هي. فيلاقي هيجيو مذكرات جده ويقول له ممكن اقراها؟ استغرب يوجي يقول مذكرات، انا مشوفتش دي قبل كده. يقول له هيجيو انا بحب اقرا حاجات قديمه كده. يقول له يوجي بس دي مش قديمه قوي يعني. يقول له هيجيو بس مش عارف جدك مات في اي وقت، بس لو قرينا المذكرات دي ممكن نعرف ليه جدك مات وازاي مات ولو ده حصل فعلا الحفر دي. يرد يوجي صح كلامك. ويشوف ويقول يوجي ايه المكتوب ده؟ يرد هيجيو متستعجلنيش بقى. يقرا ويقول واضح ان هو كان بيكتب لحد ما مات. يقول لي يوجي ايه ده؟ دي صورة ايه؟ يظهر تاريخ مكتوب فيه 12 سبتمبر، يبقى النهارده.
زارني صاحبي القديم من ايام الجيش اسمه يونيزو اللي مشفتوش من 30 سنة، وعادي كنت امسك ايده وافرح انه جه، بس كان غريب شوية. بيقول انه كان شاحب ولابس جاكيت تقيل مع انه لسه الشتا ما جاش، ما خلعش الجاكيت ولا بعد ما دخل. يونيزو وراني حاجة غريبة، تمثال من الجاد الاخضر، ودي الحاجة اللي صاحبنا التاني من الجيش اسمه يوشيمورا لقاها في جبل جافا في ايام الحرب. مش عارف ازاي، بس يونيزو قال انه اشتراها من محل تحف ببلاش، بس كان عايز يخلص منها. ويكمل ويقول على فكرة صاحبنا يوشيمورا بعد ما خلص الجيش تعب بمرض غريب ومات، بس يونيزو كان بيقول انه عيان من البرد. قلت ليونيزو الكلام ده، وفجأة شحب اكتر وساب التمثال وهرب. 13 سبتمبر قعدت اليوم كله بتفرج على الجاد. 21 سبتمبر لقيت نفسي عيان اليوم كله، بعدها رحت انام بدري. 23 سبتمبر لسه بحس بالبرد، رحت المستشفى وقالوا لي عندي برد، كتبوا لي دواء. 24 سبتمبر برد رهيب جدا وبعرق كتير، وايه ده البقع اللي في جلدي دي. 25 سبتمبر الدكتور جه بالعافية اداني حقنة. 27 سبتمبر مش مصدق في حفر في الجسم كله، البرد ده بسبب الهواء اللي دخلي من الحفر دي. 29 سبتمبر صحيت الصبح وانا بهرش جامد، والحشرات دخلت في الحفر اللي في ظهري، في حشرات بتسحب جوه جسمي، خايف اتجنن. 1 اكتوبر بشوف حشرات كتيرة داخلة من الشباك. 2 اكتوبر ضعفت جدا والحفر زادت، دي لعنة الجاد، اي حد بيملكه هيتلعن. جمعت قوتي ورميت التمثال من الشباك، بس وقعت في حوش الجيران، اتمنى ما يحصلش لجيراني حاجة. 4 اكتوبر ابني ومراته منعني اشوف حفيدي. الدكتور جه بعد الظهر، مش عارف مين، بس باين عليه انه عارف حاجة عن التمثال، ممكن يكون عارف حاجة عنه. بعد كده يكملوا قراية مذكرات يوجي وهيديو، ويقول يوجي ان خط جده بدأ يوحش، ان حالته كانت بتسوء. يقول كويس انا ذاكرتي سليمة، وابويا وامي كانوا عارفين وما قالوليش حاجة. لعنة التمثال دي عند رينا، بس ده حقيقي يبقى لسه انا مش مصدق. ويشوفوا رينا من الشباك، يقول لهيديو دي البت رينا، بتضحك ضحكتها مرعبة، ويخاف هيديو ويقول ليوجي خلاص هروح. بعرج انا بشوفها بخاف قوي. يخرج يوجي من الحوش بتاع جيرانه ويدور على التمثال، ويقول دي فرصتي دلوقتي. يدور ويكلم نفسه، يقول لسه موجودة في الارض هنا، مكان ما هو هنا. ويدور ويقول هو فعلا هنا وانا رميته. يدور عند الشجر ويقول مفيش حاجة هنا، عدى السنين طبيعي ما لقيتوش. يظهر اصوات خشخشة كده، ويتخض يوجي ويشوف رينا واقفة على الشباك، ويقول ايه ده، رينا رجعت. ويلاقي راجل غريب بيعدي قدامه، ويقول يوجي ده الدكتور. تصرخ رينا منه، وفضلت تصرخ لحد ما جه الليل، ويوجي ماسك المذكرات بتاع جده ويكمل قصة التمثال. الدكتور الغريب ده في المذكرات حاسس بنفس الشخص، نفس الدكتور اللي كان مع جدي لما مات. ويقول يمكن التمثال ده جوه البيت. بعد كده بيمشي يوجي في الشارع بيكلم نفسه، بيقول لازم يتكلم جيرانه عشان رينا كمان تخف. يشوف هيديو في الشارع ويسلم عليه، يقول لي هيديو مشفتكش من زمان يا عم، واصلا قبله امبارح. يقول لي يوجي كنت عايز استشيرك في حاجة كده يا هيديو. يدي هيديو تستشيرني ويحكي له على اللي حصل. يقول يوجي عشان كده مش عارف اروح اكلمهم ولا لا. يرد عليه هيديو الاحسن ليك ان ما تفكرش بالفكرة دي نهائي، هتعمل ايه لو هم زعقوا وقالوا ان دي غلطة جدك رينا بقت كده. يرد يوجي اظن بعدين بيروح يوجي بيته ويفكر ويقول لنفسه لا اقول لهم. بعد كده بيشوف يوجي من شباك رينا وهي في الحوش، يقول رينا بره. ايه ده، طفلة اختفت. بعدين تبصله رينا بنظرات غريبة، ويخاف يوجي ويقول ايه اللي بيحصل. بعدين بيجي يوم العاصفة، يقعد يوجي هو واهله يتابعوا اخبار العاصفة، وتقول امه ان الرياح بقت شديدة قوي. يقول لابوه يوجي شباك اوضتك بيعمل صوت جامد، روح شوفه كده. يرد يوجي اخش اشوفه. يدخل اوضه والرياح بتشد، فيلاقي في الشباك شخص جسمه فيه حفر. يتخض يوجي يقول له انت مين؟ يقول له الشخص بردان. يفتح انا هيديو. ما صدقش يوجي ويقول له ايه اللي حصل لك يا؟ ويمسك التمثال ويوريه ويقول له
التمثال. يرد يوجي ده لقيته في المكان اللي لينا كان بيتشاور عليه. له فكرت مفيش حاجة اسمها لعنة، بجد ده حجر خيري. التمثال ده سحرني بس فيه لعنة، الحفرة ظهرت على جسمي كلها فحاولت اتخلص منه كتير. رحت للنهر بس ما قدرتش ارميه. دخول اهل يوجي الأوضة يطمنوا عليه يتخضوا من شكل الهديو. ويكمل هديو كلامه ويقول انا اهرب دلوقتي، ده الدكتور جاي هناك، ده بيدي حقنة فيها سائل اخضر غريب. الراجل ده مش بشر، ده رسول اللعنة، ما بيظهرش غير لما يكون الجد موجود. شوف هديو الدكتور ويقول جه. الدكتور جه ويلاقي الدكتور قدامه ويجري هديو ويروح الدكتور وراه. وبعد كده لقوا جثة هديو على شاطئ النهر ولسه مش عارفين التمثال راح فين. ودي كان الفصل التاني من القصة المنفصلة، واتمنى تكون القصة دي عجبتك. لو عايزين قصص تاني منفصلة او قصص تاني متصلة تعمل لايك، واهم حاجة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان لو تنزل قصة جديدة يجيلك الفيديو وتتفرج عليه.